واجا الخوت كي دايرين بخير، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا اكيد اخبار زوينه على الفيزا ديال تايلاند. ما بقاتش بالنسبه للمغاربه. ابتداء القرار طبق نهار 15 يوليوز. اليوم حنا في 18. طبق هذه ول البارح. المغاربة كيقدروا أنهم يمشيو لتايلاند بلا فيزا لمدة ديال 60 يوم. عاد عندكم one month extension، عاد عندكم شهر تقدروا تزيدوه آمم في الإميغراسيون في تايلاند، سوا بانكوك سوا بوكيت. أوكي، هذا هو القرار جاي من عند Royal Thai Embassy في الرباط. وكيف ما كتشوفوا أوكي، هذا هو القرار. آآ عندنا 60 يوم زائد one month extension. الوغ هادي واحد الحاجة اللي مزيانة. وهادو هما الدول. الوغ شنو الفرق أولا شنو اللي غيتغير؟ آآ الناس اللي غادي يمشيو، يعني كيفاش غادي تمشيو لتايلاند. غير الباسبور ديالكم ما يكونش فايت، ما يكونش قل من 6 شهور، يكون 6 شهور للفوق زعما في الصلاحية ديالو. كان فيه 5 شهور أولا قرّب تولي فيه غير 6 شهور باش يسالي، سير صايب واحد آخر وها أنت ناضي. أوكي. حاجة أخرى هو الطيارة aller ورجوع لمدة ديال 60 يوم. المدة ديال 60 يوم زعما آآ في هاد المدة هادي aller ورجوع ضروري. زائد لوطيل. أنا ما تنقولش بالنسبة للوطيل ما تنقولش لكم الناس سير يخلصوا، عطا الله تقلبوا على أوطيل تاخدوا الريزيرفاسيون بلا ما تخلصوا، تمشيو لتما وشوفوا وكل واحد كيبقى ليه الاختيار. ألوغ لوطيل آآ فيه المدة اللي غتجلسوا تما، حيت نتوما ملي غتوصلوا للمطار في بانكوك أولا في بوكيت يقدر يسولكم الأوفيسر البوليسي اللي في تما، يقول لك فين هي الطيارة الرجوع، ويسولك على الأوتيل. ألوغ هادي مهمة. بالنسبة قلنا الطيارة وقلنا الأوتيل. زائد بالنسبة للناس اللي غادي يسافروا أول مرة، ضروري الفلوس اللي غتصرفوا معاكم في المكتب الصرف. ضروري خاصكم ورقة ديال الصرف باش ملي تمشيو في المطار ودوزو لعند الديوانة غادي يسولكم واش هازين معاكم فلوس. آآ تقول لهم وتعطيهم الورقة أو الغوسو ديال الصرف ديال التحويل. هذا هو اللي كاين. المهم هذه أخبار زوينة وهذا ما كان، هادشي اللي بغيت نبارطاجي معاكم ورحلة سعيدة. اللهم يسّر.